دكتور عمر، كيف تقرؤون الأوضاع في السودان اليوم مع كل هذه التطورات الميدانية وأيضا هذه التفاصيل التي كان يتحدث فيها الأستاذ إبراهيم الصحفي من الخرطوم؟ شكرا لكم. يعني أعتقد أن القراءة السياسية لما يحدث في الجزائر في السودان يعني هي تقول أنه الحرب يمكن أن تكون مفتوحة لفترة يعني غير قصيرة، وخصوصا مع الكلام المتواتر عن أن هناك دعم الكثير يأتي من بلدان أخرى خارج السودان، يقال من النيجر وتشاد وأفريقيا الوسطى. وبالتالي إذا ما ظلت الأمور على هذا الوضع فإننا نكون هنا أمام نوعية من الحروب تكون فيها الأهداف رخوة إلى حد كبير، يعني ليست يعني كما قال الزميل من الخرطوم، هو أنه ليست لدى قوات الدعم السريع أهداف صلبة يمكن أن تعطل يعني أعمالهم أو تعطل وجودهم في الخرطوم، باعتبار أنها مجموعات صغيرة منتشرة في الشوارع. وبالتالي هذا ما يلقي صعوبة أمام الجيش كيف سيتصرف مع هذه الحالة. أعتقد أن هذه هي المشكلة الأساسية، وبالتالي وفي ظل هذا الوضع فتطرح في السياقات الأخرى هل هناك يمكن المفاوضات أو تطبيق هدنة. يعني كان هناك أخبار قبل قليل أن هناك وفد من يمثل الطرفين سوف يصل إلى جدة، وكيف يكون ذلك مساهما في وقف الصراع أم في استعداد لجولة أخرى، وخصوصا أن هناك تدخل واضح أو مراقبة واضحة من مصر والسعودية لاحتواء هذا الصراع. بالتالي التحدي الذي يواجه السودان حاليا هو كيف تخرج من الصراع في أقصر وقت ممكن، وأعتقد أنه تحدي يعني مستمر، وخصوصا عندما نعرف أن هناك يعني مصابين بالأعداد كبيرة عادوا إلى تشاد والنيجر وأفريقيا الوسطى. وبالتالي إذا ما كانت هناك استمداد أو يعني تعويض للمفقودين في الحرب، فبالتالي نحن هنا أمام يعني حرب مفتوحة، ليس هناك هدف واضح حتى رغم ما يعلن من سواء من الدعم السريع أو من القوات المسلحة، فإن الهدف السياسي لأي منهما لم يتحقق حتى الآن. وبالتالي هم يسعون إلى أن تكون هناك يعني أرضية أو حد ما يمكن من بعده بدء التفاوض. هذا لم يتحقق حتى الآن. يعني هناك مثلا عندما نسمع في الأخبار أن هناك معارك حول القصر الرئاسي، معارك حول المطار، وبالتالي هذه النقاط طالما ما هي ليست محسومة فإنها بداية التفاوض أو بداية الاسترخاء ليست ممكنة في الوقت الراهن. عمر خيري، مع دخول قتال تقريبا أسبوعها الرابع بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أصدر الرئيس الأمريكي اليوم جو بايدن أمرا بفرض عقوبات على شخصيات سودانية، معتبرا بأن الوضع بالسودان يشكل تهديدا استثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية. ماذا يعني أن تتخذ أمريكا خطوة مثل هذه بفرض المزيد من العقوبات على بعض الشخصيات التي تعتبرها مجرمة ولها دخل في ما يحدث بالسودان؟ أعتقد أنه لا يعني شيئا. يعني إذا ما نظرنا للعقوبات السابقة التي تفرض على السودان من جانب الولايات المتحدة لأكثر من 20 عاما، أنها لم تؤدي إلى شيء، حتى بما فيها اعتقال البشير وجلبه للمحكمة الجنائية وقانون سلام السودان وكل هذه المراحل المختلفة. ما يعنينا في البيان الذي صدر أمس هو أنه صدر مزدوجا وحمل أوجه، ليس هناك وضوح في ما يرمي إليه. فهو من جهة لم يشر إلى الأشخاص المشمولين بالعقوبات، هل هم من الدعم السريع، هل هم من الجيش. وبالتالي هذا الغموض حاول بعض الأمريكيين في الإعلام تفسيره بأنه ينطبق على الدعم السريع، لكن لا يوجد بيان رسمي بهذا. النقطة الثانية هو أنه اعتبر أن ما قام به البرهان في أكتوبر 21 هو انقلاب عسكري، وبالتالي هنا حتى هو لا يعترف، الولايات المتحدة تعترف بالجهتين، فبالتالي ما أخشاه هنا أن يتم التفسير أو التوسع في التفسير بأنه ليس هناك حكومة في السودان ويتم يعني فرض يعني وضعها تحت الفصل السابع بشكل ما، أو التمادي في أنه ليس طالما هناك ليس حكومة مقبولة أو معترف بها، بالتالي
السودان هنا مفتوح على كل الخيارات. هل يدعموا الحرب الأهلية أم يدعموا الانقلابيين وفقا للمفهوم الأمريكي؟ بالتالي هنا البيان هو أضفى أزمة جديدة ليست في اتجاه الحل، وفي تقديري هذا تطور طبيعي للدور الدولي في اتجاه السودان منذ عام 2019 وحتى الآن، هو أنه دعم يعني يصل السودانيون إلى أزمة مفتوحة دون أن يكون هناك أفق للحل. وبالتالي عندما نتكلم عن الهدن وعدم استمرارها، هو يرجع بالأساس إلى ليس بالنواحي الفنية، ولكن أن هناك خلاف واضح وتباين بين مشروعين. بين المشروع الذي يعني يحاول الجيش أن يضبطه بأن تكون هناك دولة ومؤسسات، ونتفق لاحقا على موضوع العلاقات بين المؤسسات العسكرية والعلاقات المدنية والحكومة وما إلى ذلك. والمشروع الآخر هو مشروع أعتقد من قراءات مختلفة، هو أنه امتداد لعمليات خارجية يعني، وهذا واضح يعني في كثير من تشكيلات الحكومات، حكومة عبد الله حمدوك والحكومات الأخرى. لا، هذه ممكن تكون مجرد تحليلات، لكن ما يديره الدعم السريع على الأرض هو نمط من الحرب الأهلية، بمعنى أنه ليس هناك شيء محرم في السودان، سواء الاحتلال بالمدنيين أو ضرب المعسكرات أو ضرب مؤسسات الدولة. وبالتالي هذا نمط من الحرب الأهلية يقول أن الدعم السريع لا يبكي على شيء حتى لو استلمت دولة يعني خربة وبدون مؤسسات. وبالتالي هذا النمط من الحرب أعتقد أنه بيكون أكثر ارتباطا بأهداف من خارج الدولة، وبالتالي نحن هنا أمام تحدي كبير. لذلك أعتقد لا يتوقع أن يكون هناك التزام بالهدنة. طيب دكتور عمر، كيف يمكن أن تكون التطورات السودانية خطر على أمريكا مثل ما جاء في البيان؟ كيف يمكن أن تشكل خطرا على أمريكا؟ أمريكا تعتبر كل الشوارع في العالم خطرا عليها، يعني هي مسألة المفهوم الأمن القومي هنا هي مطاطة. وبالتالي عندما تكون يعني أي شارع في الخرطوم، أي شارع في أي دولة أخرى، يعني ممكن تقول أنه يهدد الأمن القومي. يعني بالتالي نحن هنا أمام يعني تفاسير تحت، يعني أمام يعني معضلات أو أشياء يعني تحتاج لسياق آخر. لكن السياق الذي طرحه الرئيس بايدن بالأمس هو سياق لتصعيد الصراع وليس لحل الصراع. وأن هنا لأنه عندما يشعر الطرفان بأنهم تحت العقوبات، يعني خصوصا من يتحمل مسؤولية الذين يعني قتلوا من المدنيين أو العسكريين خلال 20 يوما الماضية. بالتالي هذا المسار تحقيق آخر. يعني إذا قالوا أن هذا قام بانقلاب فإنه سلاح غير شرعي، وإذا كان هذا يعني هي نقطة تدفع للتأزم أكثر من الحل. هي في تقديري في اتجاه التأزيم. وإذا طيب. ما كان هناك سيولة في مجلس الأمن يمكن أن تصدر قرارات عقوبات واسعة ووضع الدولة تحت الفصل السابع، وهذا أعتقد أنه سوف يكون خطرا آخر. طيب أستاذ عمر خيري، أعود إليك. رويترز قالت اليوم بأن الدول من بينها أمريكا وبريطانيا ستطلب جلسة عاجلة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الصراع في السودان. نتساءل ما مدى جدوى هذه الخطوة وماذا يمكن أن تقدم للوضع الإنساني المتأزم في السودان، كما كان يتحدث لنا الصحفي إبراهيم قبل قليل. أعتقد أن هذه النقطة المهمة، وأن ينقل ملف السودان للجمعية العامة في الأمم المتحدة بعد ثبوت انتهاكات أو حرب إبادة أو انتهاكات ضد الإنسانية. وخصوصا هو المجلس حقوق الإنسان هو سوف يكون بديل لتعطل مجلس الأمن واعتراض مثلا روسيا أو الصين على إجراءات استثنائية. فبالتالي كما عملوا مع روسيا وحرب أوكرانيا فإنهم سيلجؤون للجمعية العامة. لكن الخطوة الأولى تتطلب إدانة من مجلس حقوق الإنسان. وبالتالي أعتقد كما يعني كنت لما أكون عرفت هذا الخبر يعني أتفق مع ما قلته أو هذا يؤيد ما قلته في المداخلة السابقة من أن هناك السياسة الأمريكية أو الموقف الأمريكي ليس موقفا يهدئ من أو يساعد على التفاوض بقدر ما هو أنه يعمل إدانة مشتركة للطرفين. وبالتالي إذا لم تكن ليس هناك حكومة بالمعنى الدقيق أو بالمعنى القانوني، وبالتالي إذا كان الطرفان مدانان وأن واحد انقلب وواحد أيضا متمرد عليه، فبالتالي نحن هنا سوف تحل الولاية الدولية
مكان الحكومة الغير قائمة في رعاية شؤون السودان، وكيف يتم تشكيل حكومة. هذه التجارب كثيرة تم تشكيل فيها حكومات عن طريق الأمم المتحدة والاعتراف الدولي. وهذه وهل سيسهم هذا فعليا في الميدان في حل حالة الأزمة؟ نحن نتحدث عن صراع عسكري داخل السودان. يعني هذا السؤال يمكن أن يكون مطروحا إذا كانت الدول تريد فعلا أن تكون هناك حل سياسي أو حل سلمي. يعني هنا أمامنا تجربة ليبيا وتجربة مالي، تجربة السودان حاليا. كل هذه التجارب بتقول أن المشكلة تظل قائمة بفواعل خارجية أو بأطراف خارجية، بمعنى أنه لم يطرح طرح جاد في هذه الحالات الثلاث يساعد على الاستقرار في هذه الدول الثلاث على الأقل تقدير. يعني وهناك مثلا الصومال عاشت لأكثر من 30 عاما تحت الفوضى وتحت عدم غياب الحكومة، ولكن لم تكن هناك رغبة دولية في التدخل فيها فتركوها كما هي. يعني على أي حال ليس هناك ما نعم. يؤشر طيب دكتور عمار الخيري، لم يبقى لي إلا أن أشكر لك كل ما قدمته في هذا العدد حول الأوضاع في السودان.